السلام عليكم. المناعة الخلطية إحدى آليات المناعة المكتسبة. بتبدأ ليا بإن الخلية البلعمية تلتهم ليا الميكروب، والخلية البلعمية دي بتحتوي ليا على ليسوسوم. الليسوسوم ده بيحلل ليا الميكروب، بيخليه فتات صغير كده. وعندي برضو في الخلية البلعمية حاجة اسمها بروتين التوافق النسيجي، ال MHC. بيروح ليا البروتين التوافق النسيجي ده عشان يرتبط ليا بالأنتيجينات اللي محللة من الميكروب، ويركبوا ويكونوا لي معقد اسمه معقد البروتين التوافق النسيجي مع الانتيجين. بعد كده المعقد ده يطلع ليا على سطح الخلية البلعمية عشان يحصل ايه؟ عشان بعد كده تجيله الخلية تي اتش المساعدة عشان ترتبط بيه. طيب لما تجيلي الخلية تي اتش المساعدة هترتبط بالخلايا البلعمية او المعقد اللي موجود على الخلايا البلعمية عن طريق السي دي 4. ايه السي دي 4 ده المستقبل بتاع الخلايا التي اتش المساعدة. الخلايا التي اتش المساعدة ديت كانت غير نشطة، افرزت لي الخلايا البلعمية مادة الاتصال ما بينهم اللي هي الايه الانترليوكينات عشان تخلي الخلايا التي اتش ديت خلايا نشطة. في نفس الوقت اللي كانت بتلتهم فيه الخلايا البلعمية هتلاقي عندي الخلايا البائية برضو بتلتهم ليا الميكروب، تعرف عليه وبعد كده تدخله ليا جوه الخلية، والخلية البائية بتحتوي ليا على ليسوسوم وبتحتوي ليا على بروتين التوافق النسيجي، فيخش ليا الميكروب داخل الخلية البائية فيتم تحليله من خلال الليسوسوم. وبعد كده لما يتم تحليله هيبقى فتات صغيرة، والفتات ديت البروتين التوافق النسيجي هيروح يرتبط ليا مع الانتيجين، يكون لي معقد البروتين التوافق النسيجي مع الانتيجين، يطلع لي على سطح الخلايا البائية، وساعتها بسمي الخلايا البائية دي خلايا عارضة، خلايا بائية عارضة. طيب التي اتش المنشطة فاكرينها اللي كانت هناك هتيجي ترتبط ليا هنا مع الخلية البائية العارضة. طيب ايه اللي هيحصل؟ هتفرز ليها مادة الانترليوكينات عشان تنشط ليا الخلايا البائية، وتحصل للخلايا البائية عملية الانقسام. تنقسم ليا الخلايا البائية إلى خليتين اتنين، خلايا بائية بلازمية وخلايا بائية ذاكرة. هي مش خلية واحدة، خلايا بائية بلازمية وخلايا بائية ذاكرة. خلايا الذاكرة دي تفضل ليا في الجسم لمدة 20 ل 30 سنة عشان لو الميكروب دخل ليا الجسم مرة أخرى تواجهه مباشرة. طيب نيجي بقى للخلايا البلازمية. الخلايا البلازمية دي هتنتج لي أجسام مضادة تسبح ليا في الدم وفي الليمف عشان تلتهم لي عشان ترتبط ليا مع الميكروب اللي موجود ليا في الدم والليمف. طيب لما ترتبط ليا الأجسام المضادة مع الميكروب اللي موجود ليا في الدم والليمف، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي لي بقى البص او البوليس اللي موجود ليا في الدم، الا وهي الخلايا البلعميه، تيجي تعمل ايه؟ تلتهم ليا الايه الميكروب عشان يتم تحليله.